أشغال ملعب طنجة قبل كأس العالم للأندية 2023. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وردتنا صور جديدة من قلب مركب ابن بطوطة، حيث عرف هذا الملعب بداية تركيب اللوحة الإلكترونية، وكذلك اقتراب نهاية تثبيت الكراسي. وهكذا تسير الأشغال، حيث عرفت تقدما كبيرا منذ أسبوعين، ولا زال العمل متواصلا 24 ساعة على 24 ساعة في انتظار اللمسات الأخيرة، خصوصا بعد زيارة ولي طنجة له وإعطاء تعليماته للانتهاء قبل كأس العالم للأندية المقامة في المغرب بمشاركة نادي الوداد البيضاوي إن شاء الله، الذي سيلاقي الهلال السعودي في 4 من